اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن إن الدلتا زمان كانت بخليج ثلاثي الأبعاد ومش زي ما هي موجودة دلوقتي، وعرفنا إيه سبب الحلقة اللي فاتت. ودلوقتي معادنا مع حلقة جديدة من برنامجكم من برعنخ. أهلا بيك في بيت الحياة البرعنخ. سمعنا زمان وإحنا في المدرسة مصطلح اسمه مصر هبة النيل، وده المصطلح اللي وصف به هيرودوت مصر، والمصطلح ده نقله عن لسان واحد من السياح اليونانيين. لكن ليه وصف مصر بهبة النيل؟ الحقيقة في الوقت ده ما كانش فيه أي صحاري في شمال أفريقيا، وكانت كل الأقاليم ساعتها حارة جدا، وكان متوقف نمو النبات على الأمطار الغزيرة، وكان وظيفة الأنهار في الوقت ده ملهاش أهمية بشكل كبير في ري الأراضي، وكانت الأمطار بتكون بحيرات واسعة جدا بتعيش فيها التماسيح. ولكن مصر وهبها ربنا نيل، وهو اللي كان بداية الحياة المركزية في مصر، والمصريين هم اللي شقوا النيل في مناطق كتيرة، وكانت بداية أول مجتمع زراعي في مصر بسبب نهر النيل. وبس كده، ده كان سبب تسمية مصر بهبة النيل. انتظرونا الحلقة اللي جاية مع بداية كلامنا على عصور ما قبل التاريخ.